اول كتاب انا قريته كان كتاب اسمه اتوميك هابتس. والكتاب ده انت بتلاقي دايما اي حد بيتكلم عن الكتب لازم يقول لك كتاب اتوميك هابتس اقراه ومش عارف ايه، بس انا قريته ساعتها في 2022 مثلا. الكتاب عادي جدا، صار بيكلمك عن ازاي تبني عاده جديده وازاي تبطل عادات قديمه ومش عارف ايه. وكان بيقول لك عشان تبني عاده جديده اربطها بحاجه معينه في يومك، ومش ممكن لو حد اللي هو ضايع خالص ممكن فعلا الموضوع الحاجات اللي بتتقال في الكتاب تفيده وكده. بس انت لو بني ادم طبيعي وكده ما تتوقعش الكتاب هيضيف لك قوي، بالذات ان الكتاب 300 وحاجه صفحه، يعني كتاب كبير يعني المفروض كتاب دسم. بس اغلب المعلومات اللي في الكتاب وكده هبد 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 عمال يملي لك صفحات وخلاص. ممكن ناس تحب الكتاب ممكن لا، بس ده رأيي يعني. وبعدها فعلا رحت اجيب كتب تانية ومش عارف ايه، بس لاحظت ساعتها ان انا اصلا ما كنتش بكملهم للاخر. يعني حرفيا كنت مثلا كل كتاب اجيبه اوصل ل 25% او 50% منه واروح لكتاب بعده ومش عارف ايه. المشكله هنا كانت ان انا بختار بطريقه غلط. يعني كل ما يجي لي فكره معينه او اسمع حد بيتكلم عن كتاب معين اروح يا اما احمله يا اما اشتريه واقرا فيه شويه لحد ما يحصل نفس الحاجه، اسمع واحد بيتكلم عن كتاب تاني ومش عارف ايه واروح برضه احمله اشتريه اقرا فيه شويه. فبفضل في دايره مغلقه اللي هو عمال اشتري كتب او احملها ومش عارف ايه وما اقراش فيها حاجه في الاخر، تمام، او اقرا نصها وبعدين ما اكملهاش يعني. لحد ما من فتره كنت قاعد كده كنت بمر بمشكله معينه يعني، فروحت ادور على كتاب بيتكلم عن المشكله دي بطريقه بسيطه جدا. انك تعرف الكتب عن المشكله اللي انت بتمر بيها انك تسال شات جي بي تي مثلا. بتمر بمشكله مثلا في الالتزام مثلا، فتقرا كتاب عن الالتزام. انت بتسال شات جي بي تي احسن كتب عن الالتزام وكده، هو بيرجح لك يعني الحاجات المشهوره يعني. حاجه تانية ممكن تكون بتعاني منها مثلا النوم، تقرا كتاب عن النوم. الشغل تقرا كتاب عن ازاي تشتغل احسن. المايند سيت بتاعت البيزنس مثلا تقرا كتاب عن المايند سيت اللي علاقه بالبيزنس والحاجات دي. فانا كل مره كنت اروح ادور على كتاب انا محتاجه كده في ساعتها، كنت فعلا بلاحظ ان انا يا اما بخلص الكتاب في يوم، لو الكتاب صغير مثلا 100 120 صفحه كنت عارفين ممكن اقعد تقريبا 100 صفحه بتاخد كام 3 ساعات على حسب الكتاب يعني، بس كنت بخلصه بسرعه يعني. وفي اي احيان تانية الكتاب بيبقى مثلا 300 350 صفحة، فده كنت ممكن مثلا اقعد 3 4 ايام اخلص فيه، تمام. فالفكرة هنا الحاجة اللي انت مهتم بيها، انت لو مهتم بحاجة معينة هتخلصها غصب عنك لانك انت عايز تعرف حل مشكلة معينة او عايز تغير من نفسك يعني بشكل عام. زي موضوع الامتحانات في الترم كله ما بتقعدش تذاكر وتيجي قبل الامتحان حرفيا تفشخ نفسك عشان تقدر تخلص المنهج عشان تنجح يعني. فانت مضطر ساعتها. الفكرة انك لازم تحط ديدلاين معين عشان تلتزم بالحاجة. هي نفس فكرة انك تختار كتاب انت مهتم بيه، فاهمني؟ فانت لو مهتم بالكتاب ولو فعلا عايز تعرف حل مشكلة معينة او تغير من نفسك بطريقة معينة فانت هتلتزم بيه غصب عنك. ودي برضو بتنقلنا على مشكلة تانية، هي مشكلة انك تقدر تركز اصلا وانت بتقرا او تستمر على انك تقرا كتب وكده. مشكلة التركيز يعني اصلا ليها مشاكل يعني، دي زي سيمتوم لمشكلة تانية اصلا. المشكلة التانية دي هي طبعا قلة القراية. بس المشكلة الأكبر يعني هي إنك عمال تقلب على السوشيال ميديا بشكل كبير. يعني أنت عارف أنا في ناس بكلمهم يعني، أي حد تقدر تكلمه تقدر تعرف هل ده تقدر تعرف يعني باختصار ده بيقضي كام ساعة عمال يقلب على الانستجرام. والله بتلاقي أغلب مواضيعه منها من الريلز اللي بيتفرج عليها. فيعني أنا عندي واحد صاحبي وكده بكلمه كتير، أقل حاجة ممكن توصل نص ساعة في اليوم ولا حاجة. لما بتيجي فترة عليه بيقلب في الريلز أو التيك توك كتير وكده أنا بعرف، لأن بلاحظ إن أغلب مواضيعه منها، تمام، اللي هو المواضيع دي مش أنت اللي قايلها، دي حاجة أنت سامعها وجاي تقولها لي، تمام. فأنت الموضوع بيتعرف يعني بسهولة ساعتها، بالذات أنت لو كنت كمان بتقلب يعني وكده. طبعا ربنا تاب عليا من الحاجات دي، بس لما كنت بقلب وكده كنت بعرف على طول، تمام. فانت لازم تبطل الموضوع ده لان التقليب يعني على السوشيال ميديا وكده اغلب الناس فاكره ان هو حاجه عاديه. وتلاقي العيال الصغيره حتى بايبادات ماسكين وعمالين يقلبوا يقلبوا يقلبوا. حتى كان في فيديو ظهر لعيل صغير بيلعب بوبجي ولا حاجه ومش مش عارف ايه، وحاطط الايباد جنبه وعمال يقلب بيلعب ويقلب شويه. لا وبسمع حاجات غريبه، اللي يبقى سايق مثلا في طريق وبيقول يا جدعان كبروا الخط شويه عشان اعرف اقلب وانا وانا بسوق. لا انت بتسمع حاجات غريبه في الموضوع ده. فدماغ الناس وصلت لمرحله ان احنا بقينا زي الجولد فيش، عارف السمكه الذهبيه اللي هي زي نيمو كده.
بيقول لك نسبة اللي هو المدى التركيز أو الاتنشن سبان بتاعها لمدة معينة البشر قربوا يوصلوا للمرحلة دي. يعني دلوقتي الأفلام بتخسر وكده عشان ما حدش عارف يتفرج على فيلم. فبتلاحظ إن أغلب الأفلام بيقللوا المدة بتاعتهم. يعني في أفلام دلوقتي ساعة ونص، ساعتين بالظبط. ساعتين ده قليل جدا على فيلم. يعني زمان كان الأفلام بتعمل 4 ساعات، 3 ساعات ونص كده. إنما دلوقتي ساعتين قليل جدا، فاهمني؟ لأنهم هما برضو بياخدوا باعتبار إن الناس مش عارفين يركزوا، وتحس إن بيحطوا لقطات كتير وأكشن كتير وكده عشان البني آدم اللي بيتفرج يعرف يركز عكس زمان. فهي فكرة بس إنك تقدر تعمل كنترول لموضوع السوشيال ميديا. يعني لو قدرت تبطل السوشيال ميديا فأنت أغلب مشاكلك في الحياة تتحل أصلا. تركيز بقى، التزام، مش عارف ايه، نوم هيتحسن، هرمونات هتتحسن بطريقة غريبة. يعني السوشيال ميديا، في كل فيديو بقعد اشتم والعن في السوشيال ميديا وكده، بس هي فعلا مشكلة أغلب الحاجات هي التقليب الكتير والسكرولينج. لأن أغلب الناس اللي قعدوا يخترعوا موضوع الريلز والأنليمتد سكرولينج وكده، يعني أنت لو قعدت 10 سنين عمال تقلب الفيد مش هتخلص، هيطلع لك حاجات جديدة تاني، فاهمني؟ اللي اخترعوا الحاجات دي ناس حرفيا اشرار، فاهمني؟ فانت اي ادمان لازم تبطله، لازم تكره الحاجه. اللي هو يعني الناس حرفيا بيضيعوا حياتك لاسباب تافهه. انت ممكن مثلا تقعد 8 ساعات في اليوم ولا حاجه عمال تقلب بس. 8 ساعات دي يعني انت بتتكلم في اضرب 8 ساعات في 30 مثلا. انت بتتكلم في ساعات كتير فشخ بتضيع في الشهر لانك بس عمال تقلب. كان ممكن تقرا لك فيهم كام. يعني لو قعدت بدل 8 ساعات بتوع الريلز قعدت تقرا 8 ساعات في اليوم، ودي حاجة مستحيلة طبعا، بس نفترض لو، فانت ممكن في الشهر تخلص لك كام؟ 40 كتاب، 30 كتاب، أسوأ حاجة. اللي هو انت متخيل الحاجة اللي بتضيع عليك مقابل انك بتضيع وقتك وبتفشخ دماغك ومش عارف ايه. فحاجة برضه تتحط في الحسبان. مشكلة بقى استمرارية. هي الاستمرارية ما هياش مشكلة أكتر من إنها طريقة اللي هو لازم تاخدها عشان تستمر أكتر. أنت أول ما بتبدأ جيم مثلا بتعمل إيه؟ بتروح اللي هو مثلا تعمل بروجريسيف اوفرلود لتمرين معين. بتشيل مثلا دلوقتي 20 كيلو، الأسبوع الجاي هتشيل 23، الأسبوع اللي بعده 26، لحد ما توصل لليميت معين وفي بلاتو بيحصل يعني، تمام؟ اللي هو أنت ما بتقعدش تزيد ل 1000 كيلو، يعني الموضوع بيبقى منطقي شوية. فأنت بروجريسيف اوفرلود لحد مثلا لما توصل لمرحلة إن أنت راضي عنها، لأنك مش هتقعد تقرا مثلا 10 ساعات في اليوم، فاهمني؟ خليك منطقي. يعني أغلب الناس اللي ناجحة كده مثلا بيقروا 3 4 ساعات في اليوم، ممكن يخلصوا فيهم حرفيا نص كتاب. هو كل يومين حرفيا بيخلص له كتاب، فاهمني؟ فالطريقة اللي تقرا بيها في البداية هي إنك تخصص مثلا وقت معين في اليوم أول ما تصحى مثلا، إنك تقرا مثلا 10 صفحات لمدة أسبوع. بعدين تحاول اللي هو تزود الكمية شوية، لأنك مع الوقت أنت في البداية بتبقى كاره. يعني أنا بص، انا برضه اول ما بدات وكده كنت كاره حاجه اسمها الكود. يعني انا كنت بجد موضوع فكره ان انا اغصب نفسي ان انا اقرا كتاب وكده تبقى حاجه بجد انا مستحيل كنت اعملها. بس بدات اللي هو مثلا انا فعلا بدات بحاجه عاليه. يعني بدات كنت بقرا 20 صفحه في اليوم، وبعدين بدات احسبها بالوقت مش بالصفحات، فاهمني؟ وبرضه حاجه نصيحه يعني، اول كام كتاب هتجيبه كده ادفع فيه فلوس. عارف لما تروح مثلا جيم او تروح تشتري حاجه معينه، فالفلوس اللي انت بتدفعها دي تحاول تحللها. فتجرب كل حاجه ومش عارف. عارف لما تروح مثلا اوبن بوفيه وكده، انت دافع مره وبتاكل زي ما انت عايز، مع ان انا سمعت الموضوع ده فيه شكوك يعني. المهم انت بتدفع مثلا 700 جنيه وبتاكل زي ما انت عايز طول اليوم. فبتحاول انك تاكل كتير عشان تعوض ال 700 جنيه اللي انت دفعتها ومش عارف ايه. انت برضه نفس الحاجه مع الكتاب. حاول لا، اشتري اول كام كتاب هتجيبه كده عشان تقراه غصب عنك، لانك دافع فيه فلوس. لانك مش هتدفع فيه فلوس وخلاص وتسيبه متعلق عشان تبان مثقف قدام اهلك، فاهمني؟ فدي حاجه تانية. انت حاول اول كام كتاب فعلا تدفع فيهم فلوس، حتى لو هتجيب النسخه الاصليه يعني، مع انك نادر لما تلاقيها. ادفع فلوس وخلاص مش هتفرق. وبعدين مثلا مع الوقت ممكن تتطور وتجيب في جهاز امازون عاملينه اسمه كندل وكده. الكتاب ده حلو، الجهاز حلو جدا يعني. عامل زي الايباد بس صغير شويه. هو اصلا عندي هنا الكتاب ده. بتقدر تشتري منه كتب نفسه او انك تحمل كتب كصيغه معينه غير البي دي اف يعني،
وبتنقله عليها، وكله ببلاش يعني. مع ان الموضوع ده بيخليك غبي شويه، اللي هو بيخليك مش قادر تستمر انك تقرا كتب كتير. يعني مشكله الكتب الكتير اللي انا كنت بجيبها وكده كان موضوع الكندل، فاهمني؟ كنت بقعد احمل كتب كتير، واقرا في كتاب اقرا ربعه ولا نصه واروح لكتاب تاني ومش عارف ايه. بس دلوقتي لغيت كل حاجه، وحرفيا بحمل كتاب واحد بس، لما اخلصه احمل اللي بعده، فاهمني؟ فبس هي دي مشكلة يعني، موضوع انك تقرا كتب ابسط مما تتخيل. الفكرة بس محتاجة اهتمام، انت لو مهتم بحاجة معينة هتقرا الكتاب، ما فيهاش حاجة تانية. اللي هو المشكلة مش مشكلة في دماغك، هي ممكن تبقى مشكلة في التركيز وكده، بس هي كبداية بس، وبعدين الموضوع كله بيتحل. بس كده.